السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، معكم مستر السيد الجمل، خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التعليم وعضو القوافل التعليمية، مستشار جريدة الأهرام المسائي في الفلسفة والمنطق. والتقييم رقم 15، وهو عبارة عن امتحان شامل لمنهج الترم الثاني كله في الفلسفة والمنطق. وده شيء جميل جدا جدا من المكتب الفني لمستشارة المواد الفلسفية أو مستشارة الفلسفة. فطبعا كل التحية للمكتب الفني للفلسفة والمنطق. يلا بينا عشان ما نضيعش الوقت. أولا الفلسفة: عبد الإنسان الأول روح الغاب ممثلة في الشجر أو في الشجرة، ولم تكن عبادته موجهة نحو الشجرة ذاتها بل نحو الروح الكامنة فيها. طبعا العبادة أو عبادة الأشجار يبقى بيتكلم عن مرحلة التقديس والتأليه، يبقى بيتكلم عن مرحلة من سماتها تقديس وتأليه قوى البيئة الطبيعية. رقم 2: قيام بعض المتخصصين في علم النفس العقاقيري بإخضاع الدماغ تحت تأثير الأدوية والتحكم فيها، بالإضافة إلى إكساب المتخصص القدرة على تغيير دماغ الشخص والتلاعب في سلوكياته. طبعا التجربة دي بتخالف إيه؟ بتخالف أخلاقيات البحث العلمي. تمام؟ يبقى يبين ما سبق الاختلاف مع أحد مجالات الأخلاق البيوطبية، وهي أخلاقيات البحث العلمي. السؤال رقم 3: مئات المرضى يعيشون الموت المؤجل ويستمرون بكشوف الأحياء بواسطة أجهزة طبية، تمام كده، ترتجف الأيدي والضمائر ولا تجرؤ أي منهما على إيقاف هذه الأجهزة وإطلاق رصاصة الرحمة. طبعا يقصد أجهزة التنفس الاصطناعي، وإطلاق رصاصة الرحمة اللي هو الموت الرحيم أو القتل الإيه؟ القتل الرحيم. يبقى هنا بيتكلم عن قضية الموت الرحيم أو القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار. السؤال اللي بعده يقول: غوستاف لوبون لم يجهل العرب تأثير الجو الصحي، ومع ذلك نص ابن رشد على تأثير الإقليم في داء السل وتوصيته أن يقضي المصابون به فصل الشتاء في جزيرة العرب أو بلاد النوبة. طبعا بيتكلم هنا عن ابن رضوان، طالما بيتكلم عن البيئة من منظور طبي أو بيتكلم عن مرض السل أهو، تمام كده، يبقى على طول العالم أو الطبيب المصري ابن رضوان، علي ابن رضوان طبعا. السؤال اللي بعده: أقر الاتحاد الدولي للإعلاميين مجموعة مبادئ نظرية، ونحط خط تبقى تحت مبادئ نظرية عشان يعني الأسئلة اللي من النوع ده بلاقي فيها جدال كتير قوي قوي، وناس كتير بتبعت لي وتقول لي يا مستر رأيك إيه في السؤال. لازم نفهم السؤال كويس قوي قوي. بيتكلم هنا عن مجموعة مبادئ نظرية، يعني مجرد فكر، مجرد فكر ما تطبقش في الواقع، يعني مجرد فكر المفروض ان هو يعني يبقى خريطة، يعني ده خريطة أنا همشي عليها هطبقها في الواقع. يبقى هو بيكلمني هنا عن ايه؟ عن مبادئ نظريه المفروض تطبق في الواقع. تمام؟ المبادئ النظريه دي بنسميها اطار مرجعي، بنسميها ايه؟ اطار مرجعي. نقرا السؤال تاني: اقر الاتحاد الدولي للاعلاميين مجموعه مبادئ نظريه، يعني فكر خلاص كده، خريطه فكريه تقضي بمنع الاعلاميين من قبول هدايا او اموال قد تؤثر على نزاهه التقارير والاخبار التي ينقلونها. بيتكلم هنا يا جماعه عن اطار مرجعي للسلوك. يبقى هنا وضع اسس ميثاق اخلاق المهنه كاطار مرجعي، خريطه اخلاقيه مرجعيه انا بنرجع اليها. خلاص كده، يبقى بيتكلم عن الاطار المرجعي. طالما قال لي مبادئ نظريه يبقى على طول الاطار المرجعي. رقم 6: إن التأكيد على ضرورة الالتزام الخلقي في التعامل مع السائحين الأجانب يعود بالنفع على الاقتصاد، حيث يترك لديهم انطباع جيد عن مجتمعنا فيقوموا بتقديم الدعاية المجانية لنا. انطباع جيد يعني صورة ذهنية إيجابية. يبقى هنا تكوين صورة إيجابية عن المؤسسة، اللي هي الصورة الذهنية الإيجابية. السؤال اللي بعده يقول الفيلسوف ريتشارد برايس إن الجمال حالة في الشيء الجميل، يعني الجمال هنا موجود في الشيء نفسه، تلازمه، يعني الجمال بيلازم الشيء ذاته وتقوم فيه حتى لو لم يوجد عقل يقوم بإدراكها، بصرف النظر بقى عن مين اللي هيدركها، ولكن الجمال موجود في الشيء نفسه. طالما موجود في الشيء نفسه يبقى احنا مش هنختلف عليه. يبقى هنا القيم مطلقة أو بنسميها قيم ثابتة أو قيم موضوعية. يبقى مطلقة بتساوي موضوعية، لازم نفهم كده. خلاص كده، بتساوي إيه؟ ثابتة. يبقى مطلقة موضوعية ثابتة. خلاص كده؟ طيب. اتجاه أو موقف فكري مؤداه التحول عن النظر في الأولويات والمبادئ إلى البحث عن الغايات والنتائج المرجوة المربحة. النتائج المرجوة المربحة، طالما في ربح يبقى في نفع، يبقى النظرة النفعية، يبقى النفعية المربحة اللي هو ايه؟ المذهب البرجماتي. خلاص كده، او النظرية البرجماتية النفعية، ان الشيء الحقيقي هو اللي بيحقق لنا نفع او ربح. رقم 9: يقول سارتر ان حرية الانسان لا تغني أو لا تعني أنه مسؤول عن ذاته المحدودة، بل أنها تمتد إلى جميع الناس بحيث يكون مسؤول عنها أيضا. يبقى بيتكلم هنا عن الحرية والمسؤولية، الحرية والمسؤولية أهو.
الحرية والمسؤولية حدان متلازمان، فما دام الإنسان حر فهو مسؤول عن أفعاله ويتحمل نتائجها، وعليه الالتزام بالنظم والقوانين كي لا تتحول الحرية إلى فوضى. مثال: لك الحرية في التدخين ولكن لا تدخن في الأماكن العامة، أنت حر ما لم إيه؟ أنت حر ما لم تضر. تمام؟ خلصنا الفلسفة، نخش بقى على المنطق. س1 س2 إلى آخره س9 معرضة للجاذبية، س1 س2 س3 إلى آخره س9 هي كل أجزاء المادة. إذا كل أجزاء المادة معرضة للجاذبية. هنا حصر لي كل الحالات اللي هي معرضة للجاذبية، وقال لي إن كلها هي أجزاء بتمثل أجزاء المادة. يبقى إذا كل أجزاء المادة معرضة للجاذبية. بيتكلم هنا عن نوع من الاستقراء بنسميه استقراء تام. استقراء الإيه؟ التام. يبقى هنا بيتكلم عن الاستقراء التام. طيب الاستقراء التام ده اللي هو بيفيد احصاء كافه افراد الايه؟ الظاهره، عشان كده سميناه ايه؟ عشان كده سميناه تام. خلاص كده؟ طيب. يقول فولتير: اننا ابناء من نفس الاب ومخلوقات لنفس الاله، يعني كلنا من عجينه واحده. وان اهو بقول لك واننا عجين من الاخطاء والنقائص. يبقى بيتكلم هنا عن ايه؟ عن الاصل البشري او الطبيعه البشريه الناقصه. خلاص؟ طالما الطبيعه البشريه الناقصه يبقى بيتكلم على طول عن الجنس الايه؟ الجنس البشري، او بنسميها اوهام النوع. خلاص كده؟ او اوهام القبيله. طيب. وحده كهربائيه مترابطه الاجزاء تؤدي وظيفة متكاملة من خلال عدد محدد من الأوامر، تسمى مدخلات، ومخرج واحد يعبر عن القيام بالمهمة المطلوبة. بيتكلم هنا عن الدوائر الإلكترونية، أو بنسميها البوابات الإيه؟ البوابات المنطقية. كمان اكتب جنبها بتساوي الدوائر الإلكترونية، لأن البوابات المنطقية هي جزء من الدوائر الإيه؟ من الدوائر الإلكترونية. خلاص كده؟ طيب. فكرة واضحة رقم 4. فكرة واضحة بذاتها لا يمكن أن نصل من خلالها إلى ما هو أبسط منها. ما ينفعش تتبسط إلى أبسط من كده، اللي هي البديهيات اللي العقل قد يعجز عن إثباتها، لأنها واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى دليل أو برهان. رقم 5. الفرد العلمي لا يمكن الوصول إليه بطريقة آلية عن طريق الملاحظات وحدها، ولكن هو عملية خلق وإبداع تأتي من تفاعل الذكاء الإنساني مع الحصيلة المعرفية. يوظف ما سبق للدلالة على الاختلافات ما بين الاستقراء العلمي والاستقراء المعاصر. طبعا يقصد هنا الاستقراء العلمي الحديث والاستقراء العلمي المعاصر، او الاستقراء المعاصر، من حيث طبيعة الفرد. ان الفرد في الاستقراء الحديث مستمد منين؟ مستمد من الملاحظة. تمام؟ اما الفرد في المنهج المعاصر فهو مستمد من نظريات ايه؟ من نظريات سابقة. رقم 6. يطلق عليها كلود بيرنر التجارب من أجل النظر، وتستخدم للدلالة على التحسس في علم وظائف الأعضاء والباثولوجي بسبب شدة تعقيد هذه العلوم. التحسس يعني الاستكشاف، يبقى التجربة الاستكشافية اللي بنسميها التجربة المرتجلة. خلاص كده؟ طيب. أو البدائية أو العشوائية. السؤال اللي بعده: يستخدم الرابط ق في لام للدلالة على إحدى القضايا. طبعا ده رابط إيه؟ رابط فصل. رابط فصل إما أو. في دي على طول بتبقى أو تحول إلى في. يبقى إما أن أذهب للنادي أو لزيارة جدتي. يبقى ده اسمه رابط الإيه؟ رابط الفصل. رابط الإيه؟ الفصل، أو قضية فصلية. طيب. ينكر كارل بوبر أن تبدأ معرفتنا من الملاحظات والتجارب، فإن التخمينات تشكل دائما نقطة البدء. التخمينات يعني الفروض، وهي بتشكل نقطة البدء في المنهج المعاصر. يعني أول خطوة في المنهج المعاصر هو الفرد، لذلك الفرد له الإيه؟ الأولوية. يعني بيتكلم هنا عن الفرد العلمي. آخر سؤال وهو المقالي في المنطق، ده اللي بمثال من عندك يجسد أهمية الذكاء الاصطناعي. طبعا أمثلة كتير قوي، أهمها إن هو الذكاء الاصطناعي بيقوم بأعمال شاقة وخطيرة، مثل التخلص منين؟ التخلص من الألغام. لو حبينا نكتب هنا مثال هنقول أهو: القيام بأعمال شاقة وخطيرة مثل التخلص من الألغام. تاني: القيام بأعمال شاقة وخطيرة مثل التخلص من الألغام. خلاص كده؟ بكده نكون وصلنا لنهاية التقييم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.